وعلى نقطة أخرى من بعد التسجيل ديال محسن بوسنان للهدف غادي تخليني نجبد واحد نقطة مهمة ولا دائما تندوي عليها، واللي هي أن الملاحظات الانتقادات ديالنا اللي كانت في الأولى الحلقات ديال برنامج كريتيك مع عبدو خلات أن لقات أذان صاغية من الطاقم التقني في مقدمتهم المدرب رضا حكم، وشفنا كيفاش مجموعة من الأخطاء صلحهم الفريق، وهذا الشيء اللي خلاه يتقوى وخلاه يحقق النتائج الإيجابية. كذلك كاينه نقطة أخرى، لأن محسن بوسنان في إحدى الحلقات دافعت عليه، وماشي دافعت عليه من فراغ، لا هو لا إبراهيم العمري، لأنني أنا دائما عودت المتتبعين أنني تنسمي الأشياء بالمسميات ديالها، وما حنا ما مع إكس ما مع إيكغيك، ما ضد إكس ما ضد إيكغيك، تنقولوا اللي كاين. وراكم شفتوا إبراهيم العمري كيفاش الدور الكبير رغم أنه تيضيع الفرص ولكن تيجي دور كبير في التيران، وشفتوا كيفاش اليوم خلى بلاصتو في الفرقة لأن تيلعب دور تكتيكي مهم ومهم للغاية. كذلك محسن بوسنان اللي تألق في هذه المباراة ومن بعد الدخول ديالو لما اعتقد في الدقيقة 60 شفناه كيفاش لاعب اللي تيعطي كل ما عنده، لاعب مقاتل تيرجع للوراء تيجيب كرة وتيديها، يعني تيجي واحد المجهود خرافي وبدني خرافي، وتوج هذا الأداء ديالو وهذا المجهود الكبير اللي تيعطي بهدف ولا أروع. صراحة كنت أنا في الجنب وشفت الهدف بواحد الطريقة رائعة، وما تيسجلوش هذه نوعية الأهداف إلا اللاعبين الكبار. لا محسن بوسنان لا ابراهيم العمري، اللي محتاجين هو انه الدعم. هذه الوقيته ديال الدعم، وين انتقدنا في الاول ولكن دابا وقيت الدعم، دعم ديال هذه العناصر باش انه يتحقق المراد ديالنا والمراد ديال المدينه كامله، ان الفريق يرجع للقسم الاحترافي الاول.